في الآونة الأخيرة كثرت الاجتماعات والاستراحات بين الأقارب وبين زملاء العمل وبين الأصحاب، يأخذوا لهم استراحة ودورية شهرية أو نصف شهرية أو أسبوعية. لكني أنا تتبعت هذه الاستراحات أنها ما تطول، سنة بس ينتهي العقد، وأحيانا قبل السنة والله يتفرقون. إيش السبب؟ لأن فقد الاحترام بينهم. إذا فقد الاحترام فلا تسأل. إذا لم يكن هناك احترام وتقدير وخطوط حمراء بيننا في الجلسة، مهما كانت العشرة ومهما كانت الصحبة، لا بد أن يكون في احترام. وإذا طالت الجلسة أحيانا ترى هذا سبب من فتح مواضيع يعني الحقيقة غير مناسبة وتشحن النفوس. ولذلك ابن المبارك رحمه الله يقول: إذا طال المجلس حضر الشيطان. أنا أعرف بعض الدوريات والاستراحات واللقاءات بين زملاء وبين أصحاب، والله أعرف واحدة في محافظة الخرج يا جماعة لهم 30 سنة وأنا زرتهم، وأعرف ناس دخلوا في 15 سنة، أقارب وأصحاب بعضهم. عزوت ذلك إن السبب من فيه احترام، فيه تقدير للبعض. انتبه، لا بد أن يكون بيننا احترام. إذا فقد الاحترام وفقد الأدب فلا تسأل. ميانة زايدة، عبارات غير لائقة، مثلا مزح زايد، مزح ثقيل، هذا الذي يشحن النفوس ويكون سبب للفرقة ولفركشة اللقاء وانتهاء المشروع. فلنحرص كل الحرص على الأدب والخلق بيننا، تدوم الألفة، تدوم المحبة، ويدوم اللقاء، وتدوم الدورية. الله يوفقنا وإياكم.